المشاهدين وحلقة جديدة من برنامجكم هوت سبوت. أنا ندى ومعايا زميلي عمرو. ازيك يا عمرو؟ ازيك يا ندى؟ احنا النهاردة بنكمل حلقة من أجمل الحلقات تقريبا اللي احنا قدمناها الفترة اللي فاتت. معانا النهاردة كابتن أماني خليل، وكمان معانا يعني أعظم كابتن في الموجود دلوقتي في التيم وفي العالم بالنسبة لي على الأقل، فكابتن عمران العوني. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك كابتن أماني. احنا كنا وقفنا المره اللي فاتت عند الماراثون بتاع طوكيو اللي حضرتك وصلتي له، وده معناه انك كده اخدتي الست ماراثونات، فالمفروض ان انت اخدتي بقى الميداليه الكبيره بتاعتهم كلهم. الميداليه النجمه زي ما بيسموها. بعد 7 سنين، انا اخدت مني 7 سنين عبال ما قدرت ان انا احقق واخلص الستة توب 6 ماراثونز في العالم. طب ممكن تورينا كده الميداليه شكلها وكل اللي الحاجات هي لسه لغايه دلوقتي انا بنام بيها. بس هي دي اللي خدتها طوكيو، يعني هي كانوا مستنين على اساس ان اول ما اخلص سباق طوكيو باخدها هناك، وتمت على خير الحمد لله. هي شكلها مفرح اصلا. هي دي معموله لست ماراثونات بس بالظبط، مفيش اي حاجه تانية. هي لا هم الستة اللي هو برلين، بوسطن، نيويورك، شيكاغو، طوكيو ولندن. ما شاء الله. لا ربنا يحفظك. وطوكيو كانت اخر واحده بالنسبه لي. طيب دلوقتي انت معاكي ميداليه تانية وما شاء الله، ميداليه الايرون مان. فكلميني اكتر عن تمرينك للايرون مان، واول مره شاركتي في سباق كبير زي ده. واللي انا اعرفه ان انت قلتي لي ان انت اول مره دخلتي السباق بس ما كملتوش لظروف طبيعيه في السباق، وبعد كده اتمرنتي تاني ورجعتي عملت طبعا الظروف الايرون مان جت من ايه؟ هو بصراحه ما كانش حاجه من احلامي خالص، انا ما كنتش اعرف معنى الايرون مان ايه هو. اللي حصل ان انا لما اتعرفت عليه وبدات مع فريق كان وقتها اسمه التراي فاكتوري، عملنا الاولمبيك، لقيت نفسي فيه كويسه وحققت رقم كويس. فهم الولاد دول اللي قالوا لي ما تيجي تسافري معانا برشلونه وتعملي حاجه اسمها الهاف ايرون مان. الاولمبيك ده اللي هو المسافات اولمبيك المسافه بتاعته تقريبا كيلو ونص عوم، 40 كيلو عجل، و10 كيلو جري. فعملت كويس جدا فيه، بس قالوا لي بقى الهاف ايرون مان محتاج تدريب شويه زياده. اتمرنا عليه في مصر. لما سافرت مع الولاد دول بقى عشان اروح احضر الاول مره في حياتي بقى الهاف ايرون مان، لقيت العمليه مختلفه خالص. الجو هناك وطبيعه السباق هناك حاجه تانية. لقيت بحر مفتوح، طبعا احنا كنا بنتمرن اغلبيه الوقت في حمام سباحه، وما كنتش حتى بطلع على عين السخنه او حاجه، لسه ما اعرفش بقى. وكمان الجبل اللي خضني، جبل في العجل. وبعدين ما تنسوش انا ام بقى، فيعني عندي ولدين وكنت يعني عايزه اعيش لهم. فالجبل كان حاجه مرتفعه جدا، وكمان جبل بيلف، فانا خايفه ان ما فيش سور ان ممكن اقع. فكان كل تركيزي يعني خلصت الحمد لله العوم وطلعت منها على خير، بس العجل بقى انزل منه بالسلامه. انا كنت بقى عايزه بس اطلع وانزل منه بالسلامه فعلا. بالظبط، ايوه، لانه الوصف فلقيت نفسي ان انا خلاص طلعت من السباق، وكل همي كان ان انا ابقى في امان. لما طلعت الحمد لله لقيت ان النزول كان اصعب، لان الفورس نزلني نازل اوريدي. فبدرجه ان انا ما بدلتش، انا كان كل تركيزي ان انا امسك في الجدون وان انا ما اوقعش من الجبل. لما نزلت كان فاضل لي 3 كيلو على الترانزيشن عشان اغير واروح بقى الجري اللي انا اصلا بحبه يعني. اللي حصل ان حسيت ان انا عايزه، بس اعصابي كانت مشدوده كل فقلت اخدها على راحتي وكده. خلاص انا نزلت من الجبل، اتاري خدتها على راحتي زياده عن اللزوم. دخلت الترانزيشن، لقيت الحكم بيقول لي انت بره السباق. هما بيحطوا لان في كات اوف تايم. انا ما كنتش عارفه ان في 2 كات اوف تايمز. انا الثاني اللي ما عليتوش على ايه، دقيقه. دخلت دقيقه متاخره، فما رضاش ان انا اكمل. وطبعا روحت بقى زعلانه ومعيطه. طيب احنا هنا كابتن عمران، يعني فكره ان حد يبقى بيتمرن عشان يلعب ثلاثي فسباحه وعجل وينزل من مجهود عجل زي ما كابتن اماني بتقول، انه الضغط ده او انه يطلع جبل ويبقى صعب فيه عشان ينزل منه يبقى قادر بقى يكنترول التعب اللي هو فيه ويقدر يكمل تاني، ده محتاج اكيد تاهيل بشكل معين او يعمل حاجات بشكل معين. حضرتك يعني بتنظم ده ازاي؟ طبعا اكيد عشان ننظم ده لازم نعرف طبعا طبيعه السباق هي ايه،
دي اول حاجه. اه. وطبيعه او امكانيات الشخص اللي معانا بيتمرن. تمام. ولازم الحاجه الثالثه اللي هي يبقى في ربط ما بين المسابقات كلها. اه. تمام. يعني لازم يبقى عشان يحصل ادابتيشن اللي هو تكيف، ان حتى لازم نحط في تمريننا ما ينفعش ان احنا نشتغل كل حاجه لوحدها، اللي هي سباحه لوحدها وعجل لوحده وجري لوحده. انا كمدرب جري يعني متخصص في الجري، بسال اللعيب اللي معايا برنامجك التدريبي ايه هو. بقرا طبعا على سواء الرياضه او ايرون مان او المسابقه اللي هو هيلعبها، عشان يبقى انا عندي المعلومه. فطالما انا عندي المعلومه بعرف اظبط الحمل التدريبي بتاعه بتاع الجري بتاعه المناسب ليه عشان يقدر يكمل. وبشوف هو امكانياته اهم حاجه عشان ما يحصلش اصابه، ما يبقاش احنا الثلاثه شغالين بنضغط عليه وفي الاخر هو اللي هيخسر. لان طبعا لازم يبقى زي ما قلت لك في لازم الثلاثه يبقوا زي بعض. طبعا يبقى في تواصل حتى بين المدربين. ما ينفعش يشتغل كل مدرب على حده، لا هم الثلاثه مع بعض بيبقى في تواصل. حتى عن طريق البرنامج التدريبي اللي هو بتاع الجري او بتاع السباحه والجري. عشان هو لو عنده تمرينه مثلا جامده على العجل لازم يبقى التمرينه اللي جايه ايزي هاديه شويه أكيد. في الجري. طبعا. طيب احنا دلوقتي كابتن اماني بتقول ان هي السباق ده ما كملتوش وكده، كان دي نقطه تحول معاك. بصراحه ايه اللي حصل بعد كده وقدرت تخلصي اللي هو المسافه الاكبر؟ على قد ما انا كنت زعلانه ان ما اتحققش، على قد ما دلوقتي بقول الحمد لله، لان هو ده اللي خلاني ان انا اصمم ان انا اعمله. وعملت نفس السباق، لان ناس كتير قالت لي طب ليه تروحي الجبل تاني؟ فقلت لهم لا يا جماعه انا طلعت ونزلت، انا بس ما طلعتوش مظبوط لان ما كنتش متمرنه كويس عليه يعني. ففعلا اتعرفت بمجموعه هنا في مصر اللي هو GBI، علموني ازاي اطلع جبل الصعده. ده في سينا. طبعا انا لما طلعته وده كان مش سهل برضو، كان جبل وايه بقى ده حته واحده طالع كده 14 كيلو يعني. فانا قلت لو ده انا طلعته يبقى انا ان شاء الله هعمل برشلونه كويس. وفعلا اتمرنت له، واتمرنت بقى زي ما حضرتك ما بتقول مع مدربين بقى عرفوا ازاي يحطوا ده مع ده، ازاي ان انا اطلع من العجل واخش على الجري على طول. ده ما كانش لسه معمول حسابه. وكمان بدات بقى اروح العين السخنه، اطلع على سهل حشيش، اتمرن العين السخنه تعومي عشان اعوم بقى في بحر مفتوح مع البحر. اتعود ان انا في بحر مفتوح. وفعلا لما رحت بقى تاني سنه دخلت بدل ما خلصت السباحه في 45 دقيقه، بدل انا كنت داخله 55. خلصت العجل 33 دقيقه بدري عن الدقيقه اللي انا جيت متاخره. وكسرت حتى رقمي بالنسبه لي، دخلت ساعه 46 الهاف ماراثون. ساعه 46 ما شاء الله، ده رقم. فده يعني اللي عمل لي التحويل اللي خلاني بقى اخش للفول ماراثون، الفول ايرون مان. فول ايرون مان دي المسافه الكبيره بقى، ده المسافه بقى اللي هي الدبل ضعف الهاف ايرون مان. طيب احنا عارفين طبعا ان انتي شخص يعني بيدي الناس كلها طاقه ايجابيه الصبح، و5:30 بالنسبه لك الزمالك معروفه في الشارع. احنا رايحين نتجمع عند بيت اماني، هنبدا جري الساعه كذا، ما ينفعش نتاخر، يلا عشان ناخد الصوره المشهوره هناك عند اسرع. هي الصوره دي اللي ناخد الصوره. فاحنا معانا فيديو لطيف جدا يعني تقريبا عن التيم كله، عن كابتن عمران وعن كل الناس، فممكن نطلع نشوفه ونرجع نكمل كلامنا تاني ان شاء الله. بنت أو بنتين بنجري لتمرين معين، واحنا بنجري وبنعدي قصر النيل الساعة 5:30 الصبح، حبينا ناخد صورة. الصورة دي بينت قد ايه ان الدنيا امان وحلو ان الواحد يجري الصبح بدري واحنا بنات. فشجعت ناس كتير انها تبتدي تجري معانا وتيجي يوم الاثنين اللي احنا عملناه مخصوص عشان الجرية زي دي، ونقدر نشوف وسط البلد وجمال القاهرة الصبح بدري.
طبيعي الواحد بيبدأ يومه يعني من بعد الفجر على طول. بنصحى كل يوم 5:30 نتقابل، بنجري جارية ساعة بتخلص كلها، كل واحد بيروح على شغله. بنخلص مثلا 7، بيكون في وقت لسه ان انا اروح البيت واخد شاور والبس هدومي عادي وافطر، اكون محضر حاجتي، الشنطه فيها اللبس بتاع الشغل. ساعات كتيره بغير هدومي هنا بعد الجري في الشتاء. في الشتاء العدد بيبقى اكبر بكتير، زي برضو جرية راس السنة بنبقى عددنا فيها ممكن يوصل ل70 أو 80 شخص موجود. الناس بتروح وترجع تشوف الناس اللي معاها واخدين الموضوع بحب وبضحك وهزار. بنستمتع بالجرية خفيفة، مش جرية سريعة. بنستمتع بالمجموعة الشباب اللي معانا، إنها بتيجي تجري الصبح بدري قبل ما تروح شغلها. بداية جديدة ليومك ولحياتك كلها، بتنسى كل حاجة، الهرمون السعادة بيجري في يومك كله. هنا اتعلمت من كل واحد منهم حاجة جديدة في حياتي، وبس بقى إدمان. We are Zamalek Early Risers. كلمينا عن الحلاوة والطاقة الحلوة قوي اللي في الفيديو دي وعن كل الحاجات اللي فيه بقى. بصراحة فريق زمالك ايرلي رايزرز ده فرق معايا جدا، وفرق معايا في اللي أنا وصلت له. التشجيع اللي بيجي منهم، الروح، وبعدين بالذات ان احنا بنعملها حاجة كده يعني بنستمتع بيها. هي جزء من تمرين لكن في نفس الوقت بنستمتع بيها. وانا فاكره كويس قوي الكابتن عمران كان دايما يحطها لي ماي ريكفري، ففعلا بحبها قوي. وكلنا بنيجي الصبح بدري، اللي عايز عشان يلحق شغله، اللي عايز عشان يكمل بقيه يومه، فبنيجي الصبح بدري وبنشوف احلى وقت في القاهره بصراحه يعني. كابتن عمران، بالنسبة لحضرتك علشان الناس دي كلها تنزل تجري، كل حد بيبقى عنده هدف بشكل معين وعايز يوصل لحاجة، وحد منهم نازل فور فان كده، نازل بس يجرب يجري. حضرتك بتشوف الناس دي ازاي وبتبدأ تصنفهم بالنسبة لك ككوتش كبير يعني شايف الناس وعندك نظرة فيهم، بتبدأ تصنفهم ازاي؟ هو أول حاجة أنا هتكلم على جروب الزمالك وجروب كابتن أماني. هو ده الجروب اللي خلاني أنا أرجع بعد 10 سنين من الاعتزال والبعد عن بعدت عن الرياضة خالص. كنت انا شفت صوره كده، كان ماجد، طبعا ماجد كان بيتمرن معايا اساسا، فلقيت صوره كده اجواء اللي هي الفجر، وانا بحب يعني الاجواء ديت في القاهره. فقلت له انت بتجري مع مين؟ قال لي انا بجري مع جروب في الزمالك. قلت له خلاص انا هاجي معاك. وفعلا من هنا بدات البدايه بتاعتي. بدات تتعامل مع الهواه. بدات اني اتعامل مع الهواه وبقى الناس اللي هي اللي بتجري وفور فان والكلام ده كله. بعد كده بقى ايه، دخلت معاهم كمدرب. بدأوا هم بقى ايه يعني يستشيروني كده في التدريب والكلام ده. فطبعا الواحد الحمد لله ما بيبخلش عليهم بأي معلومة، ودايما بنصحهم، بنقول في الأول خالص تعالى ادخل معانا، ابدأ استمتع. مش شرط ان انت تجري، مش شرط تحط هدف لنفسك دلوقتي. هدفك ان انت تبقى رياضي، تتقلب من شخص بعيد كل البعد عن الرياضه لشخص بيحب الرياضه وهيمارس الرياضه، يبقى منضبط على الاقل في ميعاد بعد التمرين بشويه. يعني دايما انا حتى كنت بتكلم معاهم في كده، انت بعد ما هتتمرن هتلاقي الدوافع والاهداف لوحدها بتيجي. النهارده انت عايز تخلص 5 كيلو، خلصت 5 كيلو، الله ده عايز اخلص 10. طيب عايز اعمل 21 كيلو. بس ده اسلوبك مع الهواة بس، لكن مش شخص محترف. لا المحترفين طبعا الشغل مختلف. الشغل مختلف. كابتن عمرو انت عارف الشغل عامل ازاي، دي حاجه ودي حاجه. بعد كده انا يعني الحمد لله يعني قدرنا نطور المجموعه اللي شغاله معانا. بدا يبقى ليهم اهداف كبيره، حتى لما هو بداوا يبصوا لارقامهم، ده انا عايز احقق ارقام كويسه وعايز وعايز وعايز. بدانا نحط برامج تدريبيه للناس اللي معانا، كل واحد حسب مستواه. حتى لما بنيجي نعمل
تمرينه انترفلز ولا حاجه مع بعض. دايما احنا في الطويل التمرين الخفيفه بنبقى كلنا مع بعض. أوكي. الجروب بيبقى حلو، بيبقى بنشجع بعض، كله بيمشي واحنا على بنجري بيس بنحكي معين. حكايات يعني بيبقى الجو حلو. شويه اغاني لطيفه كده. ولو في اغاني ولا حاجه اوكي. بنيجي بعد كده في التمرين الانترفلز، طبعا ديت هي دي اللي تمرينة فيها الاختلاف السرعات. شويه، اللي فيها سرعات وفيها حاجات سريعه خط شويه. اه بنقسمها حسب المستوى، تمام. بنمسك كل واحد ليدر على مجموعه اوكي. ونشتغل. انا طبعا بمسك مجموعه البنات عشان يعني مسميني ابو البنات يعني. بشجع طبعا البنات وكده. والحمد لله في ناس عملت عندنا ارقام كويسه. طبعا. يعني طبعا نقول مروه ستموني اول مره تلعب ماراثون كامل عملته في 4 ساعات وما اعتقد 6 دقائق او 7 دقائق في اسكندريه. وأخدت مركز وكان اجواء كمان. اجواء ممطره وطبعا مش عايز اقول يعني حد تاني بقى اغلبيتهم كسر ارقامهم. اوكي. طبعا الكابتن اماني جات لي بقى ايه، عايزين نتكلم عن الكابتن اماني وتمرينك ليها للماراثون الاخير ده. جات لي في الماراثون بتاع طوكيو قالت لي احنا عايزين نشتغل مع بعض للماراثون وكده، وكان فاضل حوالي شهرين. فممكن هي مدرسه التدريب بتاعتها اللي قبل كده مختلفه عن مدرستنا شويه. فهي كانت مخضوضه شويه. قلت لها بصي انا مش هقول لك اكتر من ايه، اصبري معانا شويه بس. فبدات اتعامل واديها الحاجه اللي هي بتحبها. احنا شغلنا هو مدرسه هي بس ايه، بحاجه هي بتحبها تستمتع بيها وتبقى مفيش مشاكل. يعني طبعا حصل كذا اصابه في النص كده، فبدانا نقف. بدات العب بقى على ايه، على النفسيه. اوكي. اقول لها انت هتقدري وهتعملي رقم كويس. والحمد لله يعني لحد ما خلصنا الماراثون، وعملت يعتبر تاني افضل انجاز ليها في الماراثون. ساعتين 4 ساعات 9. أوكي. وده رقم كويس كويس جداً بالنسبه طبعاً. للكابتن اماني طبعا. وهي طبعا يعني قدوه لينا كلنا، واحنا ده هي الملهمه لينا بامانه والله. طبعا يعني طيب. لا بس اللي احب اضيفه بس في دي، لان فعلا ده اول مره حد يعمل معايا حاجه زي كده، موضوع الاصابه. أوكي. لان اللعيب لما بيبقى مصاب التمرين بيبقى مختلف. أيوة. فساعات في مدربين بيزقوا، لكن الكابتن عمران عشان ان انا اكمل عرف يلعب ازاي على ان انا اتفادى موضوع الاصابه دي واخدها بشويش، حتى داخل فيها السرعات اني اخدها على خفيف. بس قال لي ما تخافيش هتعديها يعني. فما تخليش الاصابه هي توقفك. وفعلا هو لعب. الاصابه فين؟ الإصابة بالظبط. طيب هنا لو سالتك قلت لك انهي تمرين اصعب، تمرينك للايرون مان ولا تمرينك للماراثون؟ هو طبعا كل واحد مختلف، بس التدريب الماراثون الجري فيه بيبقى كتير أوكي. جدا. طبعا الايرون مان العجله بتشيلني، في السباحه الميه بتشيل، معلش يا لكن اماني مش بس الجري. الصوره دي كنتي بتجهزي لايه، او دي كانت ايه بتاعت حضرتك وكابتن عمران؟ ما هي دي كانت لطوكيو. كان من ضمن الصور اللي احنا برضو بنروح عابدين، وكان برضو بيشجعني فيها جدا ان انا اكمل، عشان كان وقت الاصابه دي كانت بالنسبه لي مرحله مش لذيذه. فكان دايما بيقول لي ما تخافيش، انا عايزك ما تخافيش. فدي واحده من الصور اللي قالها لي وانا هناك، قصدي قال لي هناك في عابدين. فبس فعشان كده بقول الفول ماراثون بيحتاج جري كتير اكتر. كتير. بس بتستمتعي اكتر بيه؟ طيب طبعا انا بحب الفول ماراثون لان انا بحب الجري بصراحه يعني. ده انا سالت ناس كتير قبل كده ان انت تمرينك للايرون مان ولا تمرينك للماراثون اللي استمتعت بيه اكتر؟ قال لي انا استمتعت بالجري اكتر. لا الجري حلو. هي اللعبه الاصعب كمان يعني. هي الاصعب طبعا هي الاصعب، لان بس تحس ان انت عملت مجهود جامد. مش مجهود، وبعدين انت جسمك هو اللي شايل كل حاجه، فانت كله بس على اكيد مش اصعب من الفول ايرون مان. خد بالك الفول ايرون مان هتتخلص فول ماراثون بعد العجل وبعد السباحه. بس بتجري احسن بعد العجله، يعني بعد ما تركبي عجل بتنزلي تجري احسن من ان انت تجري فول ماراثون على مره واحده. طبعا لان الفول ماراثون احنا بناخد بيس بيبقى مختلف شويه عن في الفول ايرون مان. احنا في الفول ايرون مان عشان نخلص كله عايزه اخلص، عايزه اوصل للفينش لاين، فبضطر باخدها تدريجا وبالراحه. لكن انت في الماراثون انت عندك تارجت معين وعايز تحققه، فبتخش من اولها كده سريع يعني. طيب كابتن عمران، انت اشتغلت مع المحترفين واشتغلت مع الهواة، قول لنا الفرق بينهم ايه يعني؟ فرق المحترف حاجه؟ لا هو الفرق كبير طبعا. ده بالنسبه للهواة هم بيجوا يستمتعوا
مفيش ضغط عليهم، مفيش ضغط عصبي ولا نفسي. هو جاي واحد بيعمل حاجه هو بيحبها. تمام. انما اللعيب هو بيعمل حاجه بيحبها، بس هي في الاخر هو مطالب، مضغوط عليه ضغط، مطالب من النادي بنتيجه، ومطالب ان هو لو في المنتخب عايز يحسن ارقامه. ففي حاجات كتير، فطبعا ده حاجه وده حاجه. وبعد كده هو طبعا لازم يبقى كويس هناك عشان يبقى المادياته تبقى مستمره. لو هو حتى مثلا في كليه او في اي مكان يبقى مميز يعني. انما هم دي حاجه هم بيحبوها يعني. طيب هو الشخص اللي بيجي بهواء من الهواء هو عايز يطور نفسه، ايه اللي ممكن الاساليب اللي ممكن تستخدمها معاه ان هو يطور، ممكن يبقى محترف فيما بعد؟ يعني شخص بدأ مثلا 20 سنة 25 سنة، بدأ هو كبير اهو بس عايز يطور من نفسه كامل، ايه الشغل اللي ممكن تشتغل؟ هو اديك مفاجأة ان ال 20 او 22 سنة مش كبير يعني. اغلبية ابطال مصر يمكن الجيل اللي هو قبل حمادة وسالم والمجموعة ديت، في جيل اللي هو جيلنا احنا. احنا اغلبيتنا كنا بنيجي كبار شوية. انا بادئ 23 سنة. كابتن احمد عبد الموجود بطل مصر، وكابتن فولي والكابتن عبد النبي، لو قلنا اسماء كتيره. كابتن عيسى رضا ضيف اللي هو صاحب رقم ماراثون لحد دلوقتي ساعتين 19. ده بادئ من القوات المسلحه. زمان كنا احنا كان لعيبه مدربين الانديه بيروحوا بطولات القوات المسلحه، تمام، وبطولات الجامعات وبطولات اللي هي اللي بتلعب ديت يجيبوا منها لعيبه. فهي 22 سنه ده بالعكس، ده هو السن الكويس للعيب مسافات طويله عشان يعمر شويه. محرم بطل مصر وصاحب رقم مصر في ال 10 كيلو هو بادئ 23 سنه. 23 سنه. فهي قصه مش في السن، هي قصه في امكانياته صح، وموهبته. ممكن ما يبقاش موهوب قوي، بس هو واحد بيحب يشتغل على نفسه ويطور من نفسه، فممكن يخش مع المحترفين. النهارده احنا لو شفنا ما شاء الله خويلد يعني حاجه و40 سنه بامانه، يعني من الناس اللي معجب بيها لما يعمل ساعة 16 في ماراثون كايرو. لا ده رقم بالنسبة لسنه وبالنسبة اللي هو واحد هاوي كويس. وفي طبعا هنقول كابتن عمرو جامع واحد من الناس اللي انا بقول لو هو ركز شوية في التمرين كان ممكن يروح للمحترفين يعني. طيب كابتن اماني، كانت قالت ان حضرتك ليك جمله شهيره ان يعني الاصابه او التعب او عدم الاحتمال في التمرين بيبقى جاي من المخ. طبعا. طيب الجمله دي ازاي وازاي البني ادم يعالجها؟ يعني لو عنده هدف عايز يوصل له دايما بيحس انه تعبان او مش عايز يروح او مش قادر يكمل، ازاي الاصابه دي يعالجها والكلام ده يحاول يتخطاه، يعني ياخده انه يكمل بيه احسن؟ بس هو الاصابه طبعا دي بتبقى من عند ربنا، ودي امر مقدر يعني. لو هي اصابه كبيره احنا بنقول بيبقى معروف البني ادم روح لطبيب معالج واشتغل صح يعني. انما في اصابات بتبقى هي اصابات خفيفه. فانا ممكن لو اشتغلت في راحه سلبيه وراحه ايجابيه، ففي اصابات بيبقى فيها الراحه الايجابيه بتبقى افضل يعني. يعني ان هو خلاص انت مثلا كنت مصاب وبدات تنزل تجري، فعشان ما تريحش كتير لا بنقول اجري لحد ما تحس ببدايه الالم، واعمل مثلا لو هيعمل تلج هيعمل تقويات هيعمل مش عارف ايه والكلام ده كله. فهي الاصابه ليه بنقول في الدماغ؟ عشان انت ساعات ما بتبقاش مصاب بنسبه 100% او بنسبه كبيره، يعني هي اصابه عاديه هتعدي، بس انت ساعات الخوف بيخليك ما تقدرش تجازف. فاحنا بنقول لك مش مجازفه، لا اشتغل وما تخافش. فبيجي بيعمل ايه؟ اشتغل. كابتن اماني اشتغلت، قعدت بقى امسكها طب اركني الاصابه دلوقتي، ده انا طب خدي التمرينه دي، فبدات تعمل تمرينه. طب هي كويسه، طب التمرينه الثانيه، طب ما هي كويسه، طب التمرينه الثالثه، خلاص بقى ما بقاش في اي حاجه في الاصابه. والحمد لله انا يمكن واتفقنا مع بعض ان احنا اهم حاجه انا عايزك توصلي للماراثون وانت مش ما بتشتكيش من اي حاجه، وهتجري لان الاجواء هناك انا عارف يعني. طبعا الاجواء في الماراثونات الكبيره بتبقى مبهجه شويه، بتبقى انت ما بتحسيش بالملل اللي بتجري بيه لو ماراثون مش كبير قوي او الاعداد فيه قليله. فانت طول ما انت ماشيه بتلاقي ناس بتشجعك، بتلاقي ناس بتجري، الموضوع بيبقى مختلف خالص يعني. تمام. ومن هنا بنوصل انه يعني اللي عايز يوصل لهدف هيتعب شويه وهيشتغل عليه شويه كتير ويحاول يشيل كل الافكار السلبيه من مخه. ويعني نشوفكم ان شاء الله الاربع الجاي وحلقه جديده ومعانا ناس تانية،
تشوفوا معلومات جديده اكتر وتسالونا في اللي انتوا عاوزينه. شكرا.